طبق البطاطس الترند اللي قالب الدنيا. وصفة البطاطس دي يا بنات جايبة اكتر من 10 مليون مشاهدة، بالرغم ان هي بسيطة جدا لكنها مميزة والطعم حكاية. لو اول مرة بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ويلا نشوف وصفة البطاطس دي هنعملها ازاي. معايا كمية من البطاطس يا بنات، غسلتها كويس قوي وقسمتها لنصين. البطاطس اللي انتوا هتستخدموها لو حجمها اكبر من كده ممكن تقسموها على 3 أو 4. في حلة نزلت بالبطاطس معلقة من الملح، وهغطي البطاطس بمية من الحنفية، مية عادية خالص يا بنات. هرفع بقى البطاطس على النار تتسلق. اول ما هتغلي كده يا بنات ههدي النار عليها واغطيها، بس اسيب الغطا موارب شويه كده عشان ما تفرش. البطاطس اي نعم مستويه، لكن انا عايزاها تكون ماسكه نفسها شويه. الوصفة الأصلية يا بنات اللي أنا شفت الطريقة دي معمولة بيها، ما كانوش بيقشروا البطاطس، لكن أنا بصراحة ما حبيتش أبدا إن أنا أستخدم البطاطس بقشرها، فقشرتها وفعلا لما تتقشر أحسن بكتير. هقشر بقى كمية البطاطس اللي معايا كلها، وفي طاسة على النار يا بنات، أي طاسة موجودة عندكم. هنزل بمعلقتين كبار من الزيت، الزيت يسخن كويس قوي. هنزل بقى بحبات البطاطس اللي احنا سلقناها وقشرناها. انا عايزه البطاطس تاخد لون احمر من كل الاتجاهات، يعني الجنب اللي يحمر كده هقلبه على الجنب التاني. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هبدا يا بنات كده ان انا اقلب في البطاطس على كل جنب، الجنب اللي الاقيه فاتح شويه هقلب البطاطس عليه بحيث ان هي تتحمر، وتكون البطاطسيه من كل الاتجاهات متحمره، يعني ما تحمريش جنب وتسيبي جنب. بعد البطاطس ما احمرت يا بنات او اخدت اللون الذهبي كده، هنزل بمعلقه من الزبده. عايزه اقولك هتدي طعم وريحه للبطاطس غير عاديه. لكن طبعا لو مش متوفر عندك زبده احنا ممكن نستغنى عنها، لكن طبعا كلنا عارفين قد ايه ان الزبده هتفرق كتير في الطعم. هشوح بقى البطاطس كمان تشويحه كده بالزبده. وبعد كده هنزل بميكس بسيط من التوابل، هيكون عباره عن نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الملح. ما ننساش ان احنا كنا ضايفين ملح في البطاطس وهي بتتسلق. المكون بقى الأساسي واللي بيدي طعم ولون تحفة هي البابريكا، معلقة صغيرة من البابريكا. وهشوح كده البطاطس مع التوابل كده والزبدة لمدة ثواني بس. في الوقت ده يا بنات هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهديها تقليبة. في الوقت ده طبعا يا بنات من ساعة ما هنضيف التوابل تكون النار متوسطة، مش عايزينها تكون عالية عشان التوابل ما تتحرقش، وكمان عشان الزبدة والثوم ما يتحرقوش. الليمون بقى يا بنات بياخد طعم البطاطس ده لمكان تاني خالص، يعني زي ما بيقولوا عتريس، وبعد الليمون ده عتريس تاني خالص. هتدي طعم وريحة، يعني انتوا هتستغربوا يمكن شوية الليمون ازاي على البطاطس، بس بجد يفرق كتير في الطعم وفي الريحة. بعد بقى ما قلبت البطاطس مع الليمون والثوم كده لمدة ثواني، ما تحاولوش تبالغوا في التقليب يا بنات عشان التوابل والثوم ما يتحرقوش. ننزل كده لو في شوية توابل كده ولا حاجة في الطاسة هننزل بيهم. بص عايزة اقولك الريحة جبارة. في الوقت ده بدأت كده ان انا ازين بشوية كزبرة خضراء، وبرضه هتدي طعم حلو مش تزيين بس. وزينت الطبق بشرائح من الليمون. انا عايزاكي بقى تبدعي كده براحتك، اعملي لمساتك اللي انت بتحبيها. احلى طبق بطاطس يا بنات هتعملوه، يمشي بقى للفطار للغدا للعشاء، فطار رمضان سحور رمضان، في كل الوجبات تحطوها تلاقوه طعمه تحفة بجد، والاطفال حبوه جدا جدا. طريقته سهلة وبسيطة ومميزة، مفيش بقى مكونات خزعبلية ولا في يعني واقفة كتير في المطبخ ولا حاجة. طعمه تحفة، مع رز ماشي، مع مكرونة ماشي، مع عيش ماشي، برضو مع كل الحالات ينفع. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناة وتقولوا لي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد. اتمنى السعادة والخير والتوفيق والنجاح لكل الناس. بحبكم في الله، هسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم.